السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ فاطمة حبيب. قبل ما نبدأ الكلام نصلي على الحبيب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله هنعمل أكلة من الزمن الجميل. عايزين بقى نحيي أكلاتنا القديمة اللي احنا كنا بناكلها، الأكلات البسيطة اللي من غير لحمة ومن غير أي حاجة، وكانت بتبقى زي العسل. طبعا الولاد الصغيرين ما يعرفوهاش. احنا عايزين برضو التراث ده، يعني ولادنا يعني يعرفوه زي ما احنا كده بنقعد نقول ياه، احنا كنا بناكل كذا زمان، احنا بناكل مش عارفه ايه، كنا مرتبطين بالاكل وان احنا ايه بنقعد نفتكر الاكل. عايزين ولادنا يعرفوا الاكلات بتاعت زمان القديمه البسيطه الجميله. النهارده ان شاء الله هعمل ايه؟ حاجه بسيطه جدا، رز بقوطه، رز بالطماطم. رز بقوطه، احنا كنا بنقول رز بقوطه. الرز بقوطه دوت سهل جدا ومقاديره بسيطه جدا. وايه، خليكم معايا بقى ايه عشان ايه نعرف المقادير. طبعا انا حطيت حله على النار. آه حطيت حله على النار، هنحط فيها معلقتين زيت. هو بيتعمل بزيت، كان ابسط من اكلات زمان دي مفيش. زيت. حطيت ايه الزيت، حط ايه البصل. عايزه اقول لكم اكلات زمان دي جميله جدا وبسيطه قوي قوي، وكانت ايه لا لحوم ولا بيض. كنا بناكل الاكل ده بصراحه ومبسوطين ليه، اكل بحب واكل بسيط جدا. عايزه اوريكم، طبعا ما كانش بقى بيبشروا ولا بيعصروا في خلاط ولا حاجه، كانوا بيقطعوا البصله كده. دي تقطيعه البصل، شايفين؟ وكانت بتطلع ناعمه وجميله وحلوه. شايفين انا بقطعها ازاي؟ اهي هي دي تقطيعه البصل اهي، هي دي، وهي تطلع ناعمه وجميله. عايزه اوريكم، شايفين نعومتها اهي، البصلايه ناعمه ومن غير مبشره ولا اي حاجه. هي دي تقطيع البصل ايه بتاع اهلنا زمان، وكانت البصله تطلع ناعمه. وقد ايه كل حاجه كانت بتتعمل بحب، يعني كل حاجه بتتعمل بحب، مفيش رخر. الاكل كان بيبقى زي العسل، ولا لحمه ولا حاجه ولا حاجات من دي، وكانت الاكل ايه زي العسل. خلاص، ادي كده البصله اتقطعت ونقلب. احنا عايزين البصل ايه يدبل اهو، يدبل بس، مش عايزينه طبعا ايه يتحمر. هعلي البوتاجاز انا معاكم اهوت. هي اكله بسيطه جدا ما فيهاش اي انتكاسات، وهعملها لكم زي ما الكتاب بيقول، زي زمان بالظبط ما كانوا بيعملوها. توابلهم جميله وايه. طبعا احنا حطيناه البصل بس يدبل، نحط ايه فلفل. اللي يعرف الاكله دي ويقول لي ان هو كلها او سمع عنها. دلوقتي بقى نشوف الميه غليت. بسم الله الرحمن الرحيم. الميه غليت. الصلصه، يعني الصلصه هنعمل ايه؟ هنضيف الرز ونقلب كده، نقلب المعلقه دي ونقلب تقلبتين كده وايه، وهو بيغلي. اول ما يغلي اول 5 دقايق برضو نفس الحكايه ما بنعمل الرز. اول 5 دقايق هنعمل ايه؟ طبعا شايفين الرز هو مش باين في الصلصه، بس ايه هيبان ليه؟ لان الرز ده بيبقى فيه صوص بيتاكل بعيش، او اللي عايز ياكله بقى بمعلقه ياكله برضو. خلاص هو بيغلي كده، هسيبه 5 دقايق وبعدين اوطي عليه. اجيلكوا بقى على الشكل النهائي. عايزه اقول لكم حاجه، هو كميه الميه كلها لازم تبقى رتلي وربع، على زي ما اكنك بتعملي رز بلبن. بس بيبقى فيه اكتر، يعني ايه، بياخد حوالي 7 كوبايات ميه او 8، وايه على نص كوبايه رز بالطماطم. وطبعا اجي بقى على الشكل النهائي. دلوقتي انا ايه هوريكم الرز وهو في الحله قبل ما نيجي للشكل النهائي. هو كده استوى، هو بقاله تلت ساعه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو كده ايه استوى. هطفي عليه، انا لسه ما طفيتش. اوريكم بس كميه الرز. شايفين انا بحط ايدي، شايفين الرز؟ شايفين الرز زاد ازاي؟ شايفين الرز زاد ازاي اهو. لازم كميه السوائل تكون زياده علشان ده رز مصري. الرز المصري بيبقى نسبه النشا فيه ايه عاليه، لان هو لما هيبرد هتبصوا تلاقوه شرب السوائل. فانا عايزه نسبه الميه كده ايه تبقى ايه كتيره.
نيجي بقى على الشكل النهائي. حبيت بس اوريه لكم قبل ايه انا هطفي خلاص. قبل ما نيجي على الشكل النهائي وهو في الحل، لازم نسبة السوائل تبقى عالية. ده الشكل النهائي للرز. عايزه اقول لكم قد ايه جميل وحلو يعني بصراحه بامانه. دوت ايه، بص شايفين الرزايه زي ما هي ازاي؟ شايفين الرزايه قد ايه جميله زي ما هي؟ الرزايه اهي زي ما هي ازاي اهي. ده بقى بيتاكل بعيش او ممكن تاكليه برضو ايه بالمعلقه كده. شايفين جميل ازاي؟ ادي اكلات زمان الجميله الحلوه البسيطه. ممكن يتاكل بعيش ناشف وممكن يتاكل بعيش طري. يعني ممكن يتاكل كده بعيش ناشف وممكن يتاكل بعيش ايه طري. وان عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.